10:17 سوريا من دون منصة دوبيبو، يعني الأساس هي منصة للتداول الرقمي، فإنه بيقولوا لك حط $100 بتاخذها $80 كل شهر، وبعد 40 يوم هي ال100 بتصير 200، وانت هيك قاعد بيطمعوك أول شيء بربح كبير، وشوي شوي 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 بيقولوا لك باي باي، ضغطها منيح تصبح على ألف خير. للأسف هذا اللي باع بيته، هذا اللي رهن سيارته، حتى ذهبات المدام ببعض الحالات ما سلموا، كلهم باع وانحط بالدوبيبو. لك يا زلمه من اسمه مبين دوبيبو دوبيبو، يعني عم يقولوا لك يا دبدوب انتبه انا رح انصب عليك. يعني للاسف ترى انه في سوريين حاطين مليارات. مو حرام؟ يعني مو حرام المصاري يجي واحد ما بتعرف قرعه ابوه منين باي بلد قاعد ياخذ لك اياهم ويروح؟ مشكلة البعض يا جماعة أنه اليوم ما بيقبلوا النصيحة، وبنفس الوقت ما بيقبل يسأل مختصين بهذا المجال، خلاص بفكر أنه هو الصح، وبيوعى هيك إيلون ماسك اللي جواته، وبيصير يشوف كل اللي حواليه أعداء اللي عم ينصحوا. بنتمنى نكون هالمرة تعلمنا من الدرس وما عاد نوقع بنفس الجورة للمرة الألف، بس مو الهيئة، لأنه نفس اللي خسروا مصاريهم في منهم عم يسألوا قال عن منصة تكون موثوقة أكثر.